ازيك يا بطل؟ انت دلوقتي داخل على محطة تغيير حقيقي. هنا في تطور. احنا مش بس بنتكلم على الانتاجية، احنا بنبنيك من جديد. لو ناوي تخرج من الفيديو ده بشيء يغير يومك وحياتك، يبقى ركز، لان اللي جاي هيفرق كتير. في إحساس كده أعتقد كلنا عارفينه كويس، إن الواحد ممكن يبقى قاعد طول اليوم قدام اللابتوب وبيقول لنفسه أنا مشغول جدا ومضغوط، تمام؟ أيوه، أيوه بيحصل. بس لما اليوم يخلص وتبص بجد عملت إيه، تلاقي إن الشغل الفعلي اللي هو محتاج تركيز ده يمكن ساعة، ساعتين بالكتير. بالضبط. أنا ساعات بحس إني قعدت 6 ساعات عشان أخلص تاسك المفروض تاخد ساعتين بس، والباقي راح فين؟ يعني شوية شاي على شوية فيسبوك وتيك توك، مكالمة تليفون كده، اليوم بيتسرب حرفياً. دي شكوى عامة فعلًا. المصادر بقى اللي معانا النهاردة بتقترح حل للموضوع ده. فكرة كده اسمها قانون ال3 ساعات. خلينا كده ندخل فيها ونفهم إيه قصتها بالظبط. تمام. الفكرة دي مهمة أوي لأن المصادر هنا بتركز على نقطة جوهرية. جودة وقت الشغل أهم بكتير من عدد الساعات. يعني إيه إزاي؟ يعني الفكرة بتقول إن 3 ساعات شغل بس بتركيز كامل اللي بنسميه أحياناً شغل عميق أو deep work ممكن إنتاجيتهم تكون أعلى بكتير من مثلاً 8 أو 9 ساعات شغل بس مليانين مقاطعات وتشتيت انتباه. معقول؟ 3 ساعات تساوي 8؟ ممكن جدا. المخ البشري لما بيركز قوي بيدخل في حالة كفاءة عالية صعب نوصلها واحنا بنتنقل كل دقيقتين بين الموبايل والإيميل واللي بيكلمنا. دي لوحدها فكرة تخلي الواحد يقف ويفكر. طب جميل، الكلام نظريا حلو قوي، بس نيجي بقى لأرض الواقع، التطبيق. إزاي الواحد يقدر فعلا يفصل 3 ساعات كاملة في وسط كل الدوشة دي، الإشعارات والمقاطعات والشغل المستعجل؟ المصادر بتقول نبدأ منين؟ هي دي النقطة العملية بقى. المصادر بتقترح خطوة أولى واضحة جدا قبل ما تبدأ يومك أو حتى في أوله. لازم تحدد أهم مهمة واحدة بس. مهمة واحدة بس؟ أيوة، واحدة بس. مش لسه طويلة، مهمة واحدة لو خلصتها النهاردة تحس إنك فعلا عملت فرق. قربت من هدفك الأساسي سواء هدف شغل أو هدف شخصي. أهم مهمة واحدة. دي في حد ذاتها ساعات بتبقى صعبة، الواحد بيبقى قدامه كذا حاجة شكلها مهم. طب المصادر بتدي أي تلميح إزاي نختار الواحدة دي؟ بص، المصادر بتلمح إن المهمة دي غالباً بتكون الأصعب شوية، أو اللي محتاجة مجهود ذهني كبير، أو يمكن اللي أنت بتميل تأجلها كل يوم. اللي بنزوغ منها دي. بالظبط كده. ممكن تسأل نفسك إيه أكتر حاجة لو عملتها النهاردة هتفرق فعلاً؟ أو إيه أكتر حاجة أنا مأجلها ومكسل أبدأ فيها بس عارف إنها مهمة؟ غالباً الإجابة هتكون هي دي. تمام، يبقى كده حددنا المهمة الواحدة دي. الخطوة اللي بعدها إيه بقى؟ ندخل على ال3 ساعات؟ أيوة بالظبط. بعد ما حددت المهمة دي، الخطوة التانية إنك تخصص لها كتلة زمنية، بلوك وقت كده محدد ومحمي، وهي دي ال3 ساعات. يعني إيه محمي؟ المصادر بتشدد قوي إن ال3 ساعات دول لازم يكونوا وقت مقدس للمهمة دي وبس. مش مجرد وقت تشتغل فيه وخلاص. لا، ده وقت أنت بتحاول بوعي تام تبعد فيه عن أي مشتتات ممكنة. طب إزاي أحميه بجد؟ يعني لو الموبايل رن، لو جالي إيميل مكتوب عليه عاجل، لو حد من الزملاء جه سألني على حاجة، دي حاجات بتحصل طول الوقت. تمام. ما هي دي بقى أهمية الإعداد والالتزام. المصادر بتقترح حاجات عملية جدا. مثلا الموبايل ده يا تحطه سايلنت خالص يا تشيله في أوضة تانية أصلا. بعيد عن عيني خالص. بالظبط. تقفل كل البرامج والتابات اللي ملهاش علاقة بالمهمة دي على الكمبيوتر. ممكن كمان تلبس سماعات حتى لو مش بتسمع حاجة، بس كإشارة للي حواليك إنك مركز ومش عايز مقاطعة. فكرة السماعات دي كويسة. ولو طبيعة شغلك تسمح ممكن تبلغ زمايلك أو فريقك إنك في ال3 ساعات دول هتبقى مركز ومش متاح إلا للضرورة القصوى جدا جدا. الفكرة كلها إنك تخلق لنفسك زي فقاعة تركيز كده لمدة ال3 ساعات دول. فهمتك. يعني الموضوع مش بس قرار داخلي بالتركيز وخلاص، لا ده محتاج إجراءات عملية في البيئة المحيطة كمان، كأن الواحد فعلا بيبني سور حوالين وقته ده. بالضبط كده. واللطيف في فكرة ال3 ساعات تحديداً حسب المصادر إنها مدة كافية عشان تحقق تقدم ملحوظ في المهمة الأساسية دي. تخلص جزء كبير منها أو يمكن تخلصها كلها لو مش كبيرة قوي. وفي نفس الوقت هي مش مدة طويلة لدرجة إنها تبقى مستحيلة التطبيق كل يوم أو تحسسك إنك معزول تماماً. هي جرعة مركزة كده من الإنتاجية العالية. يعني نقدر نقول إن خلاصة الكلام ده كله، بدل ما الواحد يفضل يجري طول اليوم ويحرق في بنزين على الفاضي وفي الآخر يحس إنه تعبان بس ما عملش الحاجة المهمة فعلا، أيوة. الأفضل إنه منحدد الأهم ونخصص له ال3 ساعات مقفول عليهم كويس قوي،
بدون أي رحمة لأي حاجة تشتتنا. قانون ال3 ساعات ده زي ما يكون بيقدم وصفة عملية للموضوع ده. هو ده بالظبط جوهر الموضوع. الموضوع مش سحر ولا حاجة، هو تكنيك بيساعدنا نوجه طاقتنا وتركيزنا لأكتر حتة هتجيب نتيجة. لو وصلت للنقطة دي فأنت مش شخص عادي، أنت واحد من القلائل اللي بيدوروا على التطور الحقيقي. فاكر دايماً التغيير بيبدأ من قرار بسيط وأنت لسه واخده دلوقتي. ما تنساش تشترك وتسيب بصمتك في الكومنتات علشان الرحلة دي ماشية بينا سوا. استناني في الفيديو الجاي، وافتكر دايماً أنت مش لوحدك وأنت أقوى مما تتخيل.